أنا كنت دكتور بس اتجوزت بنت من البلد أمية. كنت بحس إني مش طايقاها. هي كانت عايشة مع أبويا في البلد وأنا كنت قاعد في المدينة. اتجوزت هناك واحدة تانية متعلمة وعصرية، وكنت طاير من الفرحة بحياتي الجديدة. فجأة أبويا توفى، فاضطريت أجيب مراتي الأولانية اللي من البلد معايا المدينة. حطيت عليها شرط صارم: ما تقولش لحد إنها مراتي وإلا هطلقها. كانت بتشتغل خدامة عند مراتي التانية. في يوم كنت تعبان ونايم نوم عميق، فجأة سمعت صوت ضحك كان بعيد الأول، بعدين قرب شوية لغاية ما تخيلت إنه جنبي. الصوت كان صوت ست. قمت مفزوع وبصيت حواليا، لقيت الأوضة فاضية. ولعت العبير. صاحبي اللي كان معايا في الأوضة اللي اسمه علاء قال لي: ليه يا سامح ولعت العبير؟ بصيت له وقلت: انت مش كنت بتكلم واحدة في التليفون؟ استغرب وقال: تليفوني مقفول وعلى الشاحن وما كلمش حد. مالك في ايه؟ هزيت راسي وقلت له: مفيش حاجة يا صاحبي. بصلي بغضب وقال: اطفي العبير، عايز انام. طفيت العبير بس فضلت محتار من الصوت ده. حاولت انام بس النوم طار من عينيا. انا اصلي من البلد، بس جيت المدينة عشان ادرس تعليم عالي. كنت عايز ابقى دكتور، واجتهدت لغاية ما قربت اتخرج، وما فاضلش غير حبة صغيرة. الصبح رجعت المشاغل الجامعة وقضيت نص اليوم هناك. لما رجعت الأوضة بتاعتي ورميت جسمي على السرير من كتر الحر، سمعت ضحكة ست كأنها طالعة من بطني. قمت مفزوعة أبص في الأوضة الصغيرة اللي ما فيهاش غير حبة عفش صغيرين، وكل حاجة كانت قدام عينيا، بس ما لقيتش حد. علاء لسه مرجعش، وإلا كنت هقول إنه بيكلم صاحبته. قمت فتحت الحمام، ما لقيتش حاجة، والصوت كان واقف. قعدت حاطط إيدي على راسي ومحتار. فجأة تليفوني رن، لقيته أبويا بيتصل. رديت بسرعة وسمعت صوته علقان بيقول: سامح أنت كويس؟ قلت له: أيوة يا أبويا، لسه راجع من الجامعة وقاعد في الأوضة. في حاجة؟ قال لي: لا مفيش خير، ارجع بسرعة البلد. أطرافي اترعشت وقلت: ليه يا أبويا في إيه؟ قال لي: يا ابني الأب والأم بيطلبوا ولادهم عشان يكون سند ليهم في الكبر. انت عارف انك وحيد، ومن امبارح بالليل أمك تعبانة جدا، وأنا لوحدي بنقلها من مستشفى لمستشفى، وحالتها مش بتتحسن. تعال بسرعة عشان نوديها في دكتور شاطر إيزاد. وقلت: يا أبويا الموضوع خطير قوي. قال: مش للدرجة دي، بس انت عارف اني راجل كبير ومش هقدر أروح معاها المستشفى لوحدي. قلت: تمام، ما تقلقش، هوصل عندكم بالليل. اتصلت بمحطة الأتوبيسات وحجزت تذكرة، وجهزت شنطتي وبعت رسالة لعلاء إني راجع البلد. قضيت الطريق كله قلقان وبدعي إن ربنا يشفي أمي. لما وصلت بالليل لقيتها نايمة على السرير. لما حضنتها على صدري انفجرت في العياط، وأنا عيطت معاها. قلت: يا أمي، مالك وليه تعبتي نفسك كده؟ قالت: ما شفتلكش خير في المنام، قلبي اتقبض وصحتي باظت. استغربت من كلامها وقلت في نفسي: يا ترى حلمها له علاقة بالضحكة اللي سمعتها في الأوضة؟ بعدين قلت له: كان المفروض تطلعي صدقة عني وتكلميني في التليفون، مش تقلقي نفسك كده. قست ضغطها لقيته عالي. اديتها دواء وطلبت منها ترتاح. كنت متأكد إن حالتها مش محتاجة المستشفى. هي بعد أدوية الدكاترة اتحسنت، ورؤيتها ليا زادتها طمأنينة. قعدت بعد كده مع أبويا نتكلم، والصبح قلت له: يا أبويا، انت بقيتي كويسة، ممكن أرجع المدينة. مسكت إيدي وحطتها على راسها وقالت: أقسم عليا بحق أمومتك لو خرجت من هنا من غير ما تتجوز مش هتشوفني بعد اليوم ده غير جثة هامدة. اتصدمت من كلامها وقلت: يا أمي إيه الكلام ده؟ انتي عارفة إني مشغول بدراستي، فاضلي شهور بسيطة واتبقى دكتور. طب بلاش تحطي عليا عبء الجواز دلوقتي. أمي قالت: أنا قلت رأيي، لو حياتي غالية عليك لازم تتجوز. ما كانش في خطتي إني أتجوز في ال7 أو 8 سنين الجايين، بس استغربت من نفسي لما استسلمت لكلمة واحدة من أمي ووافقت كأني كنت مستعدة للجواز من زمان. سألتها: عايزاني أتجوز مين؟ قالت: بنت أختي عبير. اتصدمت وقلت: يا أمي عبير مش متعلمة، ما كملتش حتى الصف الخامس، إزاي تبقى مراتي وانتي عارفة أني من الأول بميل للمتعلمات والمثقفات؟ أمي قالت: الشهادة ملهاش بينة، البنت طيبة وأنا عايزاها ليك. حسيت بالقلق، إزاي هعيش مع بنت تعليمها قليل ورغم كده معرفش إزاي وافقت. قلت لأمي: اعملي اللي تشوفيه مناسب بس بسرعة. أمي فرحت لدرجة إنها قامت ترقص وباست راسي وقالت: فرحتني قوي النهاردة، ربنا يسعدك زي ما أسعدتني. ابتسمت ودخلت أوضتي ألوم نفسي: إيه اللي بتعمله ده يا سامح؟ كنت عايزة أرجع وأتراجع قدام أمي وأقول إني استعجلت في الموافقة وإني مش عايز الجوازة دي بالذات، مش عايزة عبير، ولو لازم أتجوز دوري على واحدة تانية، بس ما قدرتش أعمل كده.
النوم غلبني، وبعد شوية أمي صحتني وهي بتقول: مبروك يا سامح، أختي وافقت وادتني عبير عروسة ليك وهتدخل بيتنا قريب. قعدت ساكت فقال: ده يوم فرح، فما تظهرش الحزن عشان الناس ما تفتكرش إني أجبرتك، ابتسم وافرح، حياتك بتبدأ فصل جديد. ابتسمت وقلت: يا أمي انتي هتعملي اللي قررتيه، ليه يهمك إذا كنت راضي ولا لأ؟ قالت: لأ يا سامح، سعادتك هي أهم حاجة عندي. كل حاجة تمت ببساطة في 3 أيام، خلصت مراسم الجواز ورجعنا بعروستنا عبير. قعدت في أوضتي مستناني، وأنا كنت فوق السقف بفكر أدخل عليها ولا لأ. هي بنت ما بتشاركنيش في فكري ولا ثقافتي، إزاي هعيش معاها؟ فضلت أفكر كتير، بعدين قلت: خلاص الموضوع تم، لازم أدخل. دخلت الأوضة لقيتها متحجبة وقاعدة على السرير. قعدت جنبها وكشفت وشها، لقيتها بقت جميلة ومدهشة. قلت لها: عبير إزيك؟ ابتسمت وقالت: الحمد لله كويسة. الصبح أمي دخلت وقالت: إيه رأيك في مراتك؟ ابتسمت وقلت إنها طيبة. أخدت أجازة أسبوع، كنت معاها طول الوقت. الغريب إني لقيت نفسي مبسوط ومطمن معاها، كأنها بتكملني وخلت حياتي ملونة. كنت بكلمها وهي بتفهمني بالرغم من فرق التعليم بينا، كانت متفهمة جدا. إلا لو قلت كلمة إنجليزي كانت بتقف. كنت بشرح لها فكانت بتقول: هتتعلم إنجليزي عشان خاطرك. كنت بقول لها: الإتقان مش معيار للعقل، انتي مقبولة عندي زي ما انتي. أجازتي خلصت وودعت أمي، فقالت: خد مراتك معاك، هتزعل لو سبتها. قلت: يا أمي أنا اتجوزت عشان خاطركم، سيبوها عندكم تفرحوا بيها. دخلت الأوضة لقيتها بتعيط على السرير. سألتها: بتعيطي ليه؟ قالت: عرفت إنك مسافر، بخاف من فراقك، ما أقدرش أعيش من غيرك، خدني معاك. قلت: ما أقدرش، أنا عايش في شقة مع زميل وما ينفعش أخدك معايا، بس أوعدك إن أنا هاجي كل أسبوع أسبوعية عندك. استني شهور قليلة وبعدين هجهز بيت واجيبك انتي وأهلك معايا. وافلك على مضض. سافرت وقلبي بيتقطع. إزاي صحيت لقيت تليفوني مليان مكالمات من أمي. اتصلت بيها فقالت: وصلت المدينة وما اطمنتش علينا ولا كلمت مراتك عبير، تعبت نفسها من كتر العياط وما كلتش حاجة. حسيت بضيق. ادتني الخط، فعبير قالت بسهكات العياط: وحشتني، ارجع بسرعة. ضايقني عياطها فقلت: تمام هرجع، بس بطلي عياط. وقفلت التليفون. القلق بدأ يزيد في نفسي. ليه وافقت على كلام أمي؟ مفيش أي رابط بيني وبين عبير، وبدأت أزهق منها. صاحبي علاء دخل فرحان وقال: فين الحلاوة بمناسبة الجواز؟ انت كلمتني في التليفون عن فرحك. قلت له: يا عم جوازي كان غصب عني، ما جبتش حاجة. ضحك وقال: ايه العذر ده؟ انا شفتك في الصور فرحان وبتمدح في مراتك، ودلوقتي لما رجعت المدينة بتقول جلاز غصب عنك؟ ايه الهزار ده؟ اتصدمت وانا بسمع كلام صاحبي، ومن ساعتها والقلق ما مفارقني، وبقيت عايش في حيرة دايمة. كنت مش سعيد بجوازي وبلوم نفسي على اللحظة اللي وافقت فيها على الجواز ده. في يوم قعدت في الجامعة، فبنتين عدوا من جنبي، بعدين وقفوا، واحدة منهم قالت للتانية: بصي على وش الراجل ده، وشه حزين وكئيب وباين إنه ارتكب غلطة كبيرة وبيحاول يمحوها بس مش قادر. استغربت من كلامها وقلت: إيه الكلام الفارغ ده؟ ومين سمح لكم تقروا وشي؟ افتكرت إنهم هيتخضوا ويجروا، بس البنت الأولى فضلت تبص في وشي وتقول لصاحبتها: شفتي؟ زعل مننا عشان كشفنا قلقه الداخلي. كلامها استفزني وقلت: إيه معنى الكلام ده؟ قالت: أنا قربت أبقى دكتورة نفسية وعندي قدرة على قراءة الوشوش عشان أعرف اللي جوه الناس، بس صاحبتي نهى بتشك في قدرتي. كنت عايزة أثبت لها قدام الجامعة كلها: مش الكلام اللي قلته عنك صح؟ هزيت راسي وقلت: أيوة صح. قوليلي إزاي أخرج من الأزمة دي؟ ابتسمت وقالت: اسمي ليلي، لو خدتني الكافيتيريا عشان تشربني كوباية شاي هحللك مشكلتك. وثقت ورحنا سوا. قعدت معاها ولقيتها بتتكلم كلام حلو لدرجة إني تمنيت إنها تكون شريكة حياتي. قلت: إيه، أنا اتجوزت عبير اللي مش متعلمة؟ لما خلصنا الشاي كانت هتمشي، فطلبت منها رقم تليفونها عشان أكلمها كل ما صدري يضيق. ادتني الرقم برضاها. أول ما رجعت البيت اتصلت بيها وردا بسرعة. بعد كده بقيت أكلمها كل يوم، وهي كانت بتبادلني الحديث بصراحة. في يوم قالت: أنا ما تعودش إني أفتح قلبي لحد بالسرعة دي، بس لقيت فيك راحة. ابتسمت وقلت: وأنا كمان عايزك تبقي جزء من حياتي. قلت: ومين يمنعك؟ اتفاجئت إن الموضوع سهل كده. قلت له: عايز جواز بسيط، أنا لسه ما كملتش دراستي. قالت: مش محتاجة لا زينة ولا طبل. قلت: طيب نروح المحكمة ونكتب الكتاب. وافقت على طول. خدت معايا 4 أصدقاء وكتبت عليها. بعدين سألتها: هنسكن فين؟ قالت: ورثت عن أبويا الله يرحمه شقة هنسكن فيها.
قعدت معاها هناك وحياتي اتغيرت. ابتسامتها كانت بتسحرني، ورغم كده أمي كانت بتفضل تتصل وتعيط وتقول لو مش هتهتم بأهلك اهتم بمراتك على الأقل. فصعب عليا ورجعت البلد. قلت لليلي رايح لأمي كام يوم، فعيطت وقالت ما أقدرش استحمل فراقك. بعدين رضيت. قعدت عند أمي 3 أيام ولقيت عبير مكشرة ومش بتكلمني. بعدين رجعت المدينة. ليلي زعلت وقالت كل أجازة هتروح لأمك؟ قلت طبيعي، أنا قاعد معاكي 6 أيام وفي السابع بزور أمي. بعد فترة جالي خبر وفاة أبويا فجأة. كانت صدمة بالنسبة لي. سافرت فوراً ولقيت عبير بتعيط بحرقة وبتقول ناموا ليلتهم كويسين ومش عارفين إيه اللي حصل. دفنتهم وقعدت 10 أيام في البلد. بعد كده عبير ادتني رسالة من أمي مكتوب فيها ما تسيبش مراتك أبداً. كنت ناوي أسيب عبير بس ما قدرتش. الشاخ اللي في وصية أمي قلت له تعالي معايا المدينة. سرحت فاكرة إن حياتها هتتغير، لكن قلت له هناك هتعيشي كخدامة وما تقوليش لحد إنك مراتي لأني متجوز. الحزن كان هيقتلها بس استحملت. لما ليلي شافت عبير سألتني عنها، فقلت دي خدامة كانت في بيت أهلي، جبتها بعد وفاتهم عشان تساعدني. سكتت وعبير بقت تشتغل في البيت بتعيط في صمت، بينما أنا وليلي كنا بنضحك سوا. بعد كده عملت حادثة وخلاني مقعد. محنة ليلي زادت وعيات عبير زاد وهم بيخدموني. في ليلة سمعت نفس الضحكة اللي سمعتها زمان في سكن الجامعة. اتخضيت وعرفت إنها ضحكة ليلي. وفجأة عبير دخلت مفزوعة وقالت يا سامح، أي بلاء بيجيلك هو بسبب ليلي. هي سحرتك وأنا عرفت حقيقتها وهي بتكلمني. ليلي دخلت فجأة وشافت عبير جنبي. اندفعت ومسكت شعري وصرخت إيه اللي بتعمليه جنب جوزي دلوقتي؟ عبير صرخت وقالت أنا هفضح حقيقتك، كل اللي بيحصل لسامح ورا إيدك. ليلي عيطت وقالت أيوة بس نيتي ما كانتش كده. انفجرت من الغضب وقلت إيه الهبل ده؟ قولولي كل حاجة بوضوح. ليلي انهارت في العياط وقالت سامح، فاكر لما دخلت الجامعة؟ أنا كمان دخلت هناك ومن أول لحظة أعجبت بيك قوي. كنت بلف حواليك دايما بس انت ما كنتش بتبصلي خالص، فبقيت مهووسة بيك بجنون. حاولت 4 سنوات إن عينك تقع عليا، بس لما ده ما حصلش اضطريت أستعين بالسحر الأسود. كنت عايزة إنك تشوف صورتي في كل مكان وتسمع صوتي أنا وبس. ساعتها فهمت إن الضحكة اللي كنت بسمعها كانت بسبب سحرها برضو. وقالت عملت لك سحر عشان تنشأ في قلبك رغبة إنك تتجوزني وتدخلني في حياتك. بس لما عرفت إنك رحت البلد وإن والدتك أجبرتك على الجواز من بنت أختك، قلبي انكسر واعتقدت إن موافقتك كانت تحت تأثير السحر برضو. لما اتقابلنا بعد كده كنت تحت تأثير السحر فلقيتني حلوة في نظرك واتجوزنا. بس والدتك كانت بتستدعيك للبلد كتير وكنت بخاف إنك تحب مراتك الأولانية، عشان كده عملت سحر عشان أهلك يموتوا. بعدين لما جبت عبير المدينة فرحت لأنك ما اهتمتش بيها، بالعكس خليتها خدامة. ورغم كده ما قدرتش استحمل فعملت سحر عشان البنت دي تختفي من حياتنا. بس السحر اتقلب عليا ووقعت في الحادثة وبقيت معاق. سامح، أنا بحبك بجنون، انت عارف إني ماليش حد في الدنيا غيرك انت. لما سمعت كده عقلي كان هيتجنن وقلت كل الأفراح اللي ضاعت كان وراها إيدك. عملتيلي سحر اسود وبتقولي إنك بتحبيني. أنا بدأت أخاف منك، بعدت عنها وأنا كنت بحس إني بدوب شوق ليها. في النهاية قررت أسيب شقة ليلي. قلت لعبير حضري شنطك هنرجع البلد. لما ليلي سمعت كده اتجننت وبدأت تكسر عفش البيت وتحاول تأذي عبير. طلقتها وعرفت إنها بعد ما فقدتني جنانها هيزيد وهتحاول تعمل عليا سحر تاني. بس الحمد لله مراتي عبير ست مصلية وتخاف ربنا، كانت بتقرأ سورة البقرة كل يوم وبتنفخ عليا، ومعانا تعاويذ عشان تحمينا من الساحر. وبركة اسم ربنا رجلي رجعت كويسة. بس كنت بشوف وش ليلي كتير. يا جماعة لازم كل واحد فينا يعرف إن اللي مكتوب له هيوصل له، واللي مش مكتوب له مش هيقدر ياخده حتى لو خده من غيره. عشان كده لازم دايما نرضى باللي ربنا قسمه لينا، لأن اللي بيجي بطرق حرام ما بيجيبش خير ولا بتدوم بيه أي شيء.